الحر بيخلي دمك تقيل، بجد بيخلي دمك تقيل. الحر بيخلي الجسم يفقد ميه من الدم، فالدم يبقى اتقل وابطأ، فيزود خطر الجلطات في المخ، في الايد، في اي حته بقى. بس انا مش حاسس بعطش. ما دي المشكله، علميا جسمك مش بيحس بالعطش غير لما يفقد من 1 ل 2% من الميه اللي موجوده جواه. يعني اكشوالي انت بتبدأ تحس بعد المشكله ما تكون حصلت، مش بيديك انذار مبكر قبل المشكله ما تحصل. وفي الحر المصري بتاعنا في الشارع بنفقد عرق من غير ما نحس، في التكييف بنخرج هواء من غير ما نحس، فانت بتفقد ميه بس انت مش واخد بالك. انا عن نفسي في المستشفى نفضل نلف طول اليوم من غير ما اشرب ومبقاش عطشان. هل ده معناها ان مفيش مشكله؟ لا، هي المشكله موجوده بس لسه الانذار ما ضربش مش اكتر. مفيش عطش مش معناها مفيش جفاف، معناها ان جسمك لسه ما قالكش. فالجلطه مش بتيجي من الشمس، الجلطه بتيجي من العطش اللي لسه ما حسيتش بيه. فاشرب ميه حتى لو مش عطشان. وابعت الفيديو ده بقى لاي حد صاحبك رايح الساحل او رايح يصيف او يعني شغال في الحر.